هو أنت ليه ما بتقولش لمراتك كلام حلو؟ الست دي لمّا جوّزناها لك لمّا كانت عندها عشرينات أو تلاتينات، قُلنا لها إيه، قُلنا لها حلال إن أنتِ عندِك طاقة حُب وعايزة تعيشي في مَوَدّة ورحمة، بس ده علشان تعمليه لازم تتجوّزي، عشان ده الشخص الوحيد اللي حلال تسمعي منّه كلام حلو، ده الشخص الوحيد اللي حلال ليكِ إنه يحتويكِ وإنِّك تكلّميه وإنِّك تصاحبيه، حرام تصاحبي حد برّه، صاحبي جوزِك، حبّي جوزِك، طلّعي طاقة الحُب اللي ربنا خلقها جواكِ لهذا الرجل. فهذا الرجل قعد رماها هي وعيالها وراح، وتيجي تكلمه كلام حب: يا شيخة انت مش حاسه بالدنيا، ويمشي بوزه شبرين ويجي بوزه شبرين وما يقولهاش اي كلمه حب. لما تكون في الشغل ما بتقولهاش وحشتيني، لما بترجع وتاكل الاكل اللي هي طبخاه ما بتقولهاش تسلم ايديكي، ما بتاكلهاش في بقها زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل مع زوجاته. انت ليه كده بتعمل ليه كده؟ انا عارفاك وفاهماك وعارفه انت ليه بتعمل كده. ده لإن الشيطان بيزيّن لك أعمالك علشان يبرّر لك لمّا تروح وتحب برّه واحدة تانية متجوّزة واحد زي حضرتك بالضبط، زي حضرتك بالضبط، ما بيقولش لمراته كلمة حلوة، مش بيحتويها، الفرق بينها وبين مراتك إن مراتك لسه صابرة وأنت قاعد حاطط رجل على رجل وضامن إن أنا هاروح أعمل اللي أنا عايزه برّه ومراتي أهي مرمية، ما تاخدكش الجلالة أوي، لإن مراتك لمّا بتقفشك وحضرتك بتبقى مقفوش على فكرة وبتسيب الchat على التليفون ومراتك قرِت كل الchat اللي أنت عامله وقالت إيه ده، مين ده، مين اللي بيحب ده، مين اللي بيقول الكلام الحلو ده، مين الحنيّن ده، ده جوزي اللي ما بيقوليش كلمة حلوة، بيقول كل الكلام ده لواحدة تانية متجوّزة واحد تاني زيّه بالضبط. إيه ده! وبقى يقول للتانية بقى إيه ده هو جوزِك مش كويس، مش بيحتويكِ، مش وهو بقى ينبوع حنان حضرتك، فالينبوع الحنان ده خلّيه لمراتك الحلال، خلّيه لمراتك علشان أحلى حاجة في الدنيا كلّها الأسرة الجميلة، الزوج والزوجة والأولاد اللي ربنا بيبارك في شركتهم، لإن الخيانة لمّا بتدخل الشركة ربنا بيشيل إيده منها وبيسيبك للشيطان. ولو ربنا سابك لشيطانك لا هتتبسط ولا هتفرح لا مع مراتك ولا مع الجديدة وهتتدهول وتتبهدل ومراتك حتى لو رجعت لك عشان هي ست أصيلة مش هترجع لك مراتك الأولى. طبطب على مراتك وخليك حنين مع مراتك، قوم قول كلمة حلوة لمراتك، قوم اتصل بمراتك، بل الكلام الحلو اللي بتقوله للست التانية ده خليها لجوزها ولا للي هتتجوزه لو كانت مش متجوزة، وقول أنت كلمتين حلوين من دول كده لمراتك وهتشوف الفرق، هتشوف. هي صحيح مش هتعرفك وهتقول مين ده جرى له إيه الراجل سخن والّا إيه، بس معلش جرّب تحتوي مراتك، جرّب بدل ما تحب برّه حب مراتك، هتبقى الأسرة جميلة